اختبار قوي ينتظر المنتخب السعودي حين يواجه منتخب الإكوادور في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم. هذه المواجهة تعتبر فرصة مهمة للمدرب من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين وتجربة بعض الأسماء والخطط قبل الدخول في المنافسات الرسمية. المنتخب السعودي يسعى لتقديم مستوى جيد، خاصة أنه يطمح للظهور بصورة قوية في كأس العالم، بينما يدخل منتخب الإكوادور المباراة بثقة كبيرة باعتباره من المنتخبات القوية في قارة أمريكا الجنوبية. وبالنسبة لتصنيف الفيفا، يحتل المنتخب السعودي المركز 61 عالمياً، في حين يأتي منتخب الإكوادور في المركز 23. المباراة ستقام يوم الأحد 31 من مايو على الساعة 2:30 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر، 12:10 ليلاً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، وذلك على أرضية ملعب ريد بول أرينا. مواجهة ودية قوية يحاول فيها كل منتخب الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة قبل المواعيد الرسمية القادمة. فهل ينجح المنتخب السعودي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإكوادور؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات.